السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات، أهلا بكم في هذا الفيديو الحصري. كذلك هذه فيديوهات كلها حصرية، يعني غير منشورة في أي يوتيوب آخر. وهنا نعود إلى سنة 1956 و 1957 من تاريخ المغرب، وهي الفترة مهمة وحاسمة، حيث عرفت استقلال المغرب عن الاستعمار الإسباني والفرنسي. فهذا الفيديو يبدأ بعرض أحد الشواطئ المغربية. في الحقيقة يعني لم أجد هذا الشاطئ، ربما في سيدي إفني. ربما المتابعون والمتابعات قد يعرفون هذا الشاطئ، ولكن يعني التقرير حول هذا الفيديو باللغة الإنجليزية يشير إلى 3 أماكن: مدينة تطوان، ثم مدينة سيدي إفني، يعني يشير إلى النزاعات التي كانت حول هذه المدينة بين هجمات جيش التحرير وكذلك هجمات القبائل المحيطة بالمدينة على القوة الاستعمارية المرابطة بها والتي تحتل المدينة. ثم يشير التقرير إلى مدينة تطوان التي سوف نتناول موضوعها لاحقا. وكذلك يشير التقرير إلى مدينة كوان، ومدينة كوان مدينة مقدسة بشمال المغرب وهي تحتلها إسبانيا. لا أعرف هذه المدينة، أشير إليه باسم كوان أو المدينة المقدسة. هنا نرى تدريبات للجنود الإسبان. هؤلاء الجنود يعني مغاربة كما نلاحظ، أو مغاربيين، ربما معهم حتى الأفارقة، يعني كانوا في الفيلق الإسباني، يحاربون تحت الفيلق الإسباني ويتلقون الآن تدريبا عسكريا كما نلاحظ. كما تشاهدون في الفيديو هناك تدريب خاص لهؤلاء الجنود الذين يشتغلون، أو جنود مرتزقة إلى الصحة، فيلق الجنود المرتزقة الإسباني الذين كانوا يشتغلون تحت الراية الإسبانية لكي يحاربوا إخوانهم المغاربة. مع الأسف الشديد فالخيانة داء موجود دائما في كل بلد. هنا إذن هذه التدريبات كما نلاحظ، نعتقد بأنها في مدينة تطوان، أن تطوان كانت هي المركز الحماية الإسبانية، وهذا أحد الجنرالات، ربما الجنرال فرانكو. إذن واضح هذه الاحتفالات، ولا بد بأنها في مدينة تطوان، ولا بد أنها في مدينة تطوان نظرا لشكل البنايات. وهناك جبال تحيط بالمدينة شبيهة بمدينة تطوان. إذا لا شك بأن هذه المدينة هي مدينة تطوان. لاحظوا مع شكل البنايات، أعتقد بأنه لازال موجودا لحد الآن. إذا هناك استعراض الخيالة، استعراض الفرق أو المشاة، فرق المشاة، ثم العتاد العسكري. الآن دخلنا إلى مدينة تطوان. هذه مدينة تطوان المدينة القديمة، حيث يتم التهيئ لاستقبال الملك محمد الخامس الذي زار المدينة في أبريل 1956 بعد عودته من المنفى. محمد الخامس قام برحلة في أبريل 7 أبريل إلى إسبانيا، حيث زار عدة مدن والتقى مع الحكومة الإسبانية ووقع معها معاهدة 7 أبريل 1956 التي اعترفت فيها إسبانيا باستقلال المغرب. كما طالب الحسن أو عفوا محمد الخامس بتسوية كل الملفات العالقة، على رأسها إعادة وحدة التراب المغربي الذي تحتله إسبانيا. يعني طالب محمد الخامس بإعادة جميع المناطق التي تحتلها إسبانيا إلى المغرب. وبعد هذه الزيارة في نفس الشهر أبريل من 1956 طار محمد الخامس إلى مطار صنية الرمل، حيث استقبله هناك المغاربة حوالي 200 ألف. استقبلوه في مدينة تطوان، وكان على رأسهم المهدي طيب بن نونة عامل تطوان، والزعيم عبد الخالق الطريس الذي كان مشاركا في استقبال محمد الخامس بالمدينة.
ومشاركا في تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال محمد الخامس. وهناك في هذه المدينة ألقى محمد الخامس خطابا له اعترف به بتاريخ المدينة العريق وبشجاعة سكان جبالة وسكان المدينة، وكان خطابا مهما أعلن فيه وحدة المغرب واستقلال المغرب وأنه سوف يسعى إلى استكمال هذه الوحدة. كما تم تنظيم عدة فقرات شعرية بمسرح اسبانيول، سينما اسبانيول، وكذلك بدار الصنائع بتطوان. وهذا عبد الخالق طرس الذي كان يلقي خطابا تحفيزيا لاستقبال الملك محمد الخامس. وهنا نشاهد دار الصنائع بتطوان. كما أقيمت عدة احتفالات على شرف الأسرة المالكة بالمغرب.